فرفرناي. مرحبا بكم في برنامجنا تشيت شات مع معاذ وآلاء. ان شاء الله اموركم ظابطه، عاملكم مستتب والحياه عندكم جميله. المانوسفير، الماتريكس، الحبه الزرقاء والحبه الحمراء. طبعا موضوعنا الليله يا آلاء، الموضوع ده احتمال يعني في كميه بتاعت ناس حيكونوا ما سمعوا به زي انا قبل فتره ما كنت مستوعب الحاصل شنو بالضبط كده. الموضوع ده للاسف الشديد بقى منتشر شديد عندنا في المجتمع، و الناس ما مستوعبين انه منتشر للدرجه دي. صراحة أنا يعني شفت الحاجة دي أول حاجة في المجتمع الغربي طبعا، وإنه بدوا يعني من موضوع أندرو تيت والكلام ده اللي هو أنا أصلا ما كنت مركزة شديد في كلامه بيقول، لكن عارفة من بعيد بعيد حاصل شنو. بقى في شباب كتار منجذبين للطريقة الجديدة دي في التفكير، اللي هم بسموا عليها يعني إنه مثلا الريد بيل، ويعني عملوا لهم مجتمع كده بسموه المانوسفير أو مجتمع الكوكب الذكوري بتاع الرجال برام. وأنا شايفة إنه الفهم ده بقى في يعني مجتمعنا برضو داخل. صراحة يعني أنا شايفة إنه حاجة مفيدة إنه نحن نحاول نستكشف ونقتحم هذا الكوكب ونشوف الحاصل شنو، ونشوف الناس اللي بيقولوا في شنو، هل الكلام ده يعني بينفع معانا ما بينفع معانا، إحنا رأينا نشوف الكلام ده كده يعني. غير كده ده ارتباط الموضوع ده بكثير من اللي هم البودكاستات دي، وبالذات اللي بيقولوا عليهم شنو انفلونسرز، ارتباطهم منهم في ناس كتار منهم كده دخلوا الاسلام، ولكن قاموا دخلوا برضو الفهم بتاع المانوسفير ده دخلوه معاهم بالاسلام، ويعني بقى الموضوع انا شايفه بالنسبه لي يعني في حاجه غلط كده حاصله، في حاجه غلط جدا جدا حاصله، وللاسف الشديد اسم الاسلام بيرتبط بالحاجه دي في كميه بتاعت حاجات. بصراحة معظم البنات يعني بيهاجموا الحاجة شديد، أو يعني الحاجة دي عملت أنا شايفة شق في الناس، يعني مثلا زي ما النسوية خلت النسوية البنات متحيزين شديد ضد الرجال، المانوسفير والفكرة الذكورية دي برضو حيزت الرجال ضد النساء يعني. أنا فاهمين متواضع جدا إنه أي حاجة بتحيز ناس ضد ناس هي يعني فيها حاجة غلط، تمام، لكن ما مشكلة. أنا داخل الموضوع ده بحيادية جدا جدا جدا، ودايرة أعرف وأتثقف أشوف فاهم شنو، أشوف الناس بيفكروا في شنو، ونشوف رأينا شنو الموضوع ده غايته. تمام. أول حاجة يا لا نقوم نشرح لك لأنك كنت نسيت الموضوع ده. في حاجة اسمها فيلم الماتريكس شنو المصفوفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الترجمة العربية بتاعته جاتني فلاش باك كده لأيام الحاسوب كده، الحاسوب. يا الله ما أقدر أتذكر حاجات دي. كمبيوتر العائلة صخر كويس. طيب يا لا، في فيلم الماتريكس ده الفيلم بيقوم على إنه الناس كلها عايشة في عالم خيالي جوا الكمبيوترات، والكمبيوترات هي مسيطرة عليها. ففي زول كده اسمه نيو اللي هو الشعب المختار بتاعه هنا، وجاء زول كده اسمه مورفيوس كويس، اللي هو عمه كده، عمه بصلعة عنده نظارات مدورة كده ده كويس. وفي مشهد مشهور بيكون قاعد قدامه كده ده بوريه انه نحن قاعدين جوا المصفوفة دي وقاعدين جوا الماتريكس دي وبداعه هناك. الحباية الزرقاء دي رجعك للمصفوفة وحتعيش في ثبات ونبات وحتعيش حياتك دي كده ده مغيب. والحباية الحمراء دي حتصحيك للواقع الطبيعي اللي احنا عايشين فيه، واللي هو واقع مظلم جدا جدا خالص، ولكن انت حتكون عايش في الواقع وما حتكون عايش في الظلام والضباب اللي انت عايش فيه ده. يعني باختصار الحبة الزرقاء بتخليك تكون مبسوط لكن مغيب أو ما واعي اللي حاصل شنو لكن مبسوط، والحبة الحمراء حتفتح عيونك للحقيقة المرة لكن انت حتكون مفتح واعي. فناس كوكب الرجال أو المانوسفير شايفين إنه هم هم الناس اللي اختاروا الحبة الحمراء، وهم الناس اللي حيفتحوا لك عيونك وحيوريك العالم المرير على حقيقته وكيف تتعامل مع العالم ده، بدل ما انت تكون عايش في وهم زي ما باقي الرجال اللي ما في الكوكب بتاعهم عايشين. هو طبعا الكلام بتاعهم برضو بيجي انه الحباية الزرقاء وانه كل الناس اللي عايشين في المصفوفة دي عايشين في الخيال الوهمي والعالم الوهمي الحالي حاليا ده اللي هو مسيطر عليه شنو النسوية، ومسيطرين عليهم ناس LGBT والجماعة ديل. ونحن دارين نوعيك من الموضوع ده، ونحررك من الأفكار العبودية ومن عبودية استعمار الرأسمالية إلى التحرر.
هسه من الكلام ده يعني واضح انه طيب يعني يمكن في زول يستوعب انه طيب يعني يمكن الكلام ده شبيه بالاسلام يعني بصوره ظاهريه يعني ويمكن في ناس منهم قاعد يقولوا شنو العاب الفيديو اللي تتكلم عنها دي. لكن يخلي لو لما نخش في التفاصيل الصوره هتقع شويه. ومعاذ ما شاء الله اجتهد وبحث لنا في الموضوع ده، الله يليق هيثقفني انا يا. ذاتي. طبعا احنا كنا قاعدين بنحضر لنا في كميه بتاعت بودكاستات، وصراحه حرقت كميه من الخلايا الدماغيه عندي، وانا داير احتفظ ببقيه الخلايا الدماغيه وبقيه البرين سيلز اللي فضلت ليا، وما اسمع بودكاستات زي دي، لانه صراحه كان في كميه بتاعت سموم حاصله كويس، وفي نوع كده من انا حاسس انه في كلتزم حاصله في الموضوع ده، في اللي هي شنو جماعة يعني جماعه دينيه ما حاجه يا اخي. المهم الموضوع بقى في غسل دماغ كان حاصل كويس معاك، بالذات انه انا يعني منظم، في تنظيم حاصل. في تنظيم حاصل. غير كده ده انا قعدت دخلت في كميه بتاعت حاجات ده هاز تو دو وذ الموضوع بتاع الكريبتو كرنسي وبتاع، وانه في سكامات كانت حاصله وفي غشات كانت حاصله كثيره عن طريق المانوسفير وعن طريق الطلس ده. بعيدا عن اي حاجه، لا اول حاجه مفهوم الجماعه بتوعنا الريد بيل ديل انه ناس الحبايه الحمراء انه نحن الصفوه، نحن الصحينه، نحن لارجاع القوه الذكوريه وسيطره الذكور على العالم. والحاجه دي من الدين الاسلامي اول حاجه، طبعا من الناس الداخلين بالمجال ده، وفي الناس التاني بيقول لك ده طبيعه الحياه. ثواني، في ناس كتار بجد داخلين الموضوع ده بالاسلام يعني ناس اجانب يعني ولا يا في ناس اجانب اسلموا عديل عن طريق الموضوع ده، اي نعم عن طريق اللي هو اكبر زول في الموضوع ده اندرو تيت للاسف الشديد، اللي هو لسه مسلم كود مسلم على اللي هو بعد الفضيحه بتاعته تهريب النساء وتهريب البداع ما مشكله. يلا العافيه درجات. العافيه درجات. الله يهديه. ما ضرب بالمناسبه، ما ضرب ده كيس هو لسه الجرائم هنا لسه الجرائم دي قايمه في حقه، قايمه في حقه. افرجوا عن الاعتقال عنه حاليا، لكن لسه يعني عنده وراه محاكمه كده. المهم ما مشكله. خلاص الموضوع انه هو الله يهديهم جميعا. في ناس كم واحد كده زي واحد كده كان هنا انا كنت بعرفه من نيويورك، كان ستريمر كده ده اسمه whatever his name is، ما عارفه متذكره ايه. anyways فهو برضو ده اسلم عن طريق اندرويد، رغم انه مشى يعني عمل عمره ومشى المدينه وبتاع، لكن لسه الافكار الذكوريه والموضوع بتاع السموم ده قاعد في مخه. فديل الموضوع، الناس الريد بيل ديل اللي هم الناس اللي بلعوا الحبايه الحمراء ووعوا من هذه الحكايه ووعوا من سيطره العالم حاليا الراسمالي الحاصل ده كويس معك. في حاجه ثانيه اسمها MGTOW اللي هو من going their own way. دي بتقول لك انه الرجال ينسحبوا من العلاقات التقليديه بتاعت انك تتزوج لك واحده وتسيطر عليك في حياتك وبتاعه هناي كويس معاك. بيروجوا لانه يكون عندك تعدد علاقات، تنشر بذرتك بذورك كثيره دي كويس معاك مع كل نساء العالم، وما يكون عليهم ما عندهم اي حق عليك كويس معاك، وتشيز ده مخ غريب جدا جدا خالص كويس. والناس الماسكين الموضوع ده من الناحيه الاسلاميه يقول لك ايوه الاسلام ما عدد 4 عشان انت يكون عندك 4 نساء وتجيب منهم اكبر عدد من البتاع، وزمان كانوا في سبايا وكانوا في هنا وكانوا في ملك اليمين. انشر بس انشر. طيب انت ما بذرتك دي كانت خربانه وانت مخك خربان كله تنشر زياده ليه يعني؟ تنشر الافكار اللي هنا دي ليه؟ وفي ناس ثاني اسمهم PUA اللي هم الناس البيك اب ارتست، اللي هم الناس اي صحيح ناس كتار من الناس دي كان بيكونوا بدوا بانهم يعني بدوك نصايح في انه كيف تجذب النساء وكذا، كيف توقع، كيف تحنك. شنو دقيقه عرق المحبه، جلب الحبيب، الجلب سحر الجلب ايوه انا طبعا بقى عندها ساوند بورد يا زول، بقينا بودكاست رهيب. حركات في ناس هتصيدنا حتكون، في ناس حيكرهوني شديد، ناس حيكرهوني وحيدعوا لانه البودكاست يرجع معاذ انا طبعا يعني كزول متزوج حاول اتصالح مع الموضوع ده واحاول اطول بالي. الناس ما عارفه انه احنا استنينا 3 ساعه ولما انت دي اصواتك اللي وظبطتيها في البتاع عشان تكون جاهزه للحلقه. 3 ساعه انا قاعد في الكرسي ده قبل ما انت ظبطت الاصوات دي، فانا حتصالح مع الموضوع ده. الله يهديك ويهديني الله يهديك. فالموضوع ده هو المانوسفير
البودكاستات دي بتروج للبرامج دي الريد بيل بيك اب ارتست اللي هم الناس اللي يحنكوا مع بنات كتار، وانشر بذورك مع كل بنات العالم وما ترتبط بهم، واوعك واحده تحنكك وتربطك وتسيطر عليك. والحاجه الوحيده اللي احنا متفقين معاهم انه الموضوع بتاع ال جي بي تي ده حاجه غلط، وبلاش تعملوا لنا فوق راسنا، لانه بجد نحن يعني دي حاجه خارجه عن النقاش. لكن احنا امبارح انا كنت مخطيك حته وكنت متحمس نمشي الحته دي الليله من الصباح، لكن لما جيت اشوف في الجدول بتاع الحته دي لقيت انهم عندهم حاجات ده حاسه اذا ال جي بي تي وكوير وما اعرف شنو. I was like شنو القرف ده، شنو القرف ده، حتى يعني اصلا فيها جولف وما اعرف شنو، يعني ما عندها علاقه بالهنا ميني جولف والعاب. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يهديك على الله المهم يهديك. يلا دارين أها. نشوف. طيب يعني نازل فهمهم شنو يعني هم، يعني هم قاعد يتكلم عن يعني كلامه ده بيتوحر حوالين شنو. خلاص انا عرفتها يعني الصورة العامة، لكن يعني يعني شنو الكلام اللي بيقولوا للرجال يعني اللي بغير رايهم كده تماما ونظرتهم تماما بتتغير عن الحياة وكده، يعني اول حاجه، بفتحوا الناس كيف يعني. طيب اول نقطه هم بيتكلموا فيها هي اهميه الذكوريه، انه الذكر ده يكون كده راجل ذكر عضلات كويس معك، لازم تعمل عضلات ولازم يكون عندك جو لاين كده ده يقطع اللي هنا حنك، يقطع اقول لك شنو، يقطع الحديد كويس. حنك سنين. انك تحنك اي حنك سنين تحنك بها البنات، في نفس الوقت لازم يكون عندك حنك سنين تقطع بها الحديد. فهو الموضوع بتاع الذكوريه والهويه الذكوريه ده انه حاليا انتشر الموضوع بتاع المياعه، وانتشر موضوع انه في كميه بتاعت ذكور بقوا اشباه نساء والدارين ينقلبوا نساء، والموضوع بتاع الناس الشواذ والكلام الفاضي ده، وانه تقارب الموضوع بتاع الذكر بقى اقرب لانه يبقى حاجه مايعه كده ده، ويبقى حاجه غير مفهومه الهنايه، اقرب لانه انثى، ودائما المجتمع مسيطر عليه، والنساء حتى لو كان رجل ومتزوج له واحده مسيطر عليه. ونحن دايرين الذكوره انها تبقى كده متفرده، وانه الذكر يكون كده ده الفا ميل، الفا ميل، الفا كده ده قائد القطيع وهو المسيطر على الهنايه، يقولوا تقويه الذكوريه دي حاجه كويسه، هاي تقويه الذكوريه دي حاجه كويسه، لكن في نفس الوقت انت ما تقوم تلغي المكانه بتاعت انه لا المراه ما عندها اي وجود في المجتمع الا تكون تابعه عليك فقط لا غير. انا مشكلتي مع الكلام ده انه مهم. هو بضر الرجال نفسهم مرات، لانه انا حاسه انه لما انت تحط لك صفات معينه وتقول انه انت لو ما عندك كده وكده وكده وكده، لو ما عندك سيكس باك وما عندك شكلك كده وطولك كده وصوتك كده ولما تمشي كده بتفرض هيبتك في اذا انت ما راجل. الحاجه دي بتقدح في ناس كتار، هم يعني بعيدا عن الناس اللي مثلا بتمايعوا وما داير ما شايفين نفسهم رجال اصلا وكده، يعني حاجه بتقدح في ناس كتار. انت ما شايف انه الحاجه دي سامه اكتر منها مفيده؟ في ناس هاي يعني في ناس ممكن يخشوا الجيم حياتهم كلها وما يقدروا يعملوا عضلات، انا هسوي لهم شنو دل. في ناس عندهم كرشه، في ناس شفتي الموضوع الكرشه ده رجع عليه. في ناس مواعيدهم وحياتهم الشخصيه ومسؤولياتهم وشغلهم وكده وبتاع هنا بيتطلب عليهم انهم يكونوا ورا مسؤولياتهم دي، ما يكونوا فاضيين لانهم يمشوا يعملوا لهم حنك سنين في الجيم وبتاع هنا، رغم انه ممكن تلقى لك اي وقت للرياضه. هاي انا معاك في الموضوع ده، لكن في ناس بنيتهم الجسمانيه ذاتهم بتكون يعني في ناس ضعاف الله خلقهم ضعاف كده، ده ما بيتعبوا جدا انهم يبنوا لهم عضلات. فانت لما تيجي تفرض عليهم انه ده لا، شكل الرجل المفروض يكون بطوله كده ووزنه كده ويرفع 20 كيلو من الحديد كل يوم وبتاع هنا، بتفرض حاجات غير واقعيه اصلا وما بتقدر تتخطى في الواقع. طيب لو يعني لو قالوا لك طيب ها ورينا الصفات بتاعت الرجوله شنو المفروض تكون شنو، يعني هتقول شنو يعني؟ هل ممكن تأطر الرجوله في صفات يعني زي ما هم بيعملوا؟ منو؟ هل انت ممكن تأطر الرجوله في صفات؟ يعني مثلا تقول ما مشكله الرجوله ما بالشكل بس، يعني اها. ما يكون عضلات وشنو سكس باك، لكن مثلا الرجوله انك مثلا تكون ما تكون زول ماسوره مهم. مثلا، تكون تعتني ب يعني زوجتك او اسرتك او كده، ما تكون يعني تشرد، يعني مثلا الزول اللي كويس. بيشرد مثلا ما راجل مثلا، مهم. او مثلا انه تكون يعني كده. يعني هل انت شايف انه اصلا الرجوله تتأطر في اطار، ولا شايف انه لا الصفات دي كلها صفات شخص جيد؟ يعني انت اذا قدرت تكون شخص جيد اذا كده يعني، شخص سيء اذا انت ما كده يعني؟ ولا هل طيب شايف انه اصلا المبدأ ده صح ولا لا، انك تأطر الرجوله او الانوثه او كده يعني؟ انا طوال الموضوع ده يعني انت لما قلت لي الحكايه دي انا طوالي رجعت للاسلام، وانه الاسلام حدد انه الرجوله دي عندها حاجات معينه، والمسلم عنده حاجات معينه، عنده صفات معينه انها تكون له كويس.
منا انه ما مفروض الغضب يسيطر عليك، منا انه انت مفروض تكون عونا لاخوانك، منا انه تكون قدر المسؤولية في أي حاجة، إنك تعين أسرتك وتكون قدر الكلام بتاع إذا تكلم أسمعه وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، لكن ما عندها. المهم فالموضوع إنه الرجل في مكانته الإسلامية عنده حاجة معينة، عنده صفة معينة، إنه الرجولة عندها الشهامة ما قادر أنا أقولها لك. لكن في صفات كثيرة من الصفات دي صفات الإنسان يعني عموما، يعني الإنسان المسلم المفروض يكون شهم، المفروض يكون هنا المفروض كده يعني ما يعني إذا أنت حاجة دي ما عندك أنت ما راجل كده يعني، فهمتني؟ لكن أنا شايفة إنه مثلا في حاجات كرجل أنت مفروض ما تعملها، تمام؟ ما مفروض تتشبه بالنساء، ما مفروض مثلا سواء في كلامك أو في شكلك أو في لباسك أو في كده، وما مفروض مثلا مفروض مثلا يعني كل الحياة الدينية نحن مأمورين بها، مثلا تغض البصر وتحترم، يعني مثلا يعني تغض البصر ده كاحترام للنساء مثلا وكده. تصون مثلا مرتك، تكون قوام على البيت يعني. فأنا شايفة إنه الزول لو طبق الحاجات دي خلاص يعني ممكن نقول دي على صفات الرجل الجيد يعني. هل الصفات دي لو انعدمت إذن أنت ما راجل؟ ما بعرف، أنا حاسة إنه التأطير ده غلط يعني، ولا كيف؟ الرجل ما بيخش المطبخ، الرجل أنا شايفة إنه هاي بتعمل مشاكل، لا ينظف المنزل يعني. بعدين حاجة زول يقول لك مثلا أنت شغال في مكتب، ما شغال عتالي ولا شغال بنا ولا كده، أنت ما راجل يعني. الباب ده لما يتفتح في استعباط بيحصل يعني. طبعا هاي في يهود الذكوريه المسمى ذاته اللي احنا قاعدين بنتكلم توكسيك ماسكلينيتي، كويس. فطبعا هنا فاتك انه كان ممكن تعمل لك ساوند بايت، لكن انت ما عندك ساوند بايت، ما شغال شغلك، انا ما شغال شغلك، عايش اتصلح انا يا دبا قدامك كيبورد بس ما عندك شغل عضلات. السامبور بتاعي عباره عن ايباد يعني، ما تقعد تعشم الناس. معلش احنا طورناك لكن انت تقدر تتطوري. طيب يعني من الاخر كده، هل نحن نتفق مع النقطه دي ولا لا؟ انا نتفق معاها. انا برضه ما بتفق معاها. يعني ما انا عارفهم جايين من وين، انه شايفين التمايع الحاصل وكده يعني، لكن يعني كمان الموضوع فيه جانب آخر يعني، ممكن يكون فيه مبالغة، وللأسف هم معظمهم بيبالغوا في الحاجة. بيقعدوا يقولوا الراجل ذاته شكله ما ألف ذاته، راجل مرته خلته أصلا ما راجل شكله، خلي مرتك تخليك كيف. بيقول لك إنه أنت لو شغال لك تحت رجل تاني في الشغل معناه أنت زول بيتا ساي، انت رجل عندهم تصنيف كده، الفا ده على حاجه وبيتا ده يعني لازم تعمل شغلك ما شاد حيلك، وسيجما ده قال حاجه. مدير الشغل، انت لازم تبقى انت مدير الشغل، لازم تعمل لك شركه وراك ارجل منك في شنو. انا شايف الحاجه دي بتخط الرجال بضغط كبير شديد يعني، ويعني يمكن اكتئاب حتى يعني. كيف تسكن في حله كوكو؟ هو كوكو عمل له حله، انت المفروض تعمل حله مؤنثه فيها مربوطه. كيف تسكن في حله؟ تسكن في حي. الله يدي العافيه. اللي بعده النقطه الثانيه قال لك العلاقه بين الجنسين، وهو يعني الموضوع بتاع توازن القوى، انه الرجل هو جالب الطعام وجالب المأمن والمسكن كويس معاك، والمرأة هي المفروض تكون خاضعة له في اي حاجه كويس، وهي القاعده في البيت وهي طيب هنا دي النقطه دي، انه يعني الموضوع بتاع النسويه ده ذاته، يعني انا قبل لما جيت قريت في الموضوع بتاع النسويه وانها قامت كيف وبتاع هناك، قالوا بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه انه كميه بتاعت رجال اصلا ماتوا في الحرب، فالحكومه بقت محتاجه ناس يشتغلوا في المصانع، يشتغلوا في المزارع وكده ده، فقامت شجعت النسويه، ويا هو البوستر بتاع المره اللي عامله كده دي يو كان دو ات وما عارف شنو كويس. فدي الوهمه هنا، انه اصلا انهم شجعوا الموضوع ده لانه كان في نقصان في الرجال والطبقه العامله من الاخر، والكابيتاليزم والراسماليه محتاجه ناس يشغلوا المصانع ويحتاجوا النساء انها يقوموا يشتغلوا، فقاموا قالوا للمراه انت تستطيعين واحنا نديك مرتب نصف مرتب الرجل، يلا اشتغلي كويس، عكس اشتغلينا نفس الساعات ولكن بنصف المرتب. فهو لغايه حسي الموضوع ده شغال، انه حسي بقى بزياده الموضوع بالذات بتاع النسويه، انه النسويه بقت غشت النساء في موضوع انه الموازنه بين الرجل والمراه، وزي ما انت شغاله هو شغال، وزي ما هو شغال ويجلب اموال انت تجلبين اموال ايضا، فانت مرتبك لازم يكون احسن منه،
والموضوع ده للاسف الشديد انا بشوفه في حياتنا اليوميه دي انه النساء بيقوموا بيطاردوا النجاح بيطاردوا النجاح بيطاردوا النجاح لدرجه انه حياتهم كلها بتبقى حول الموضوع ده. والواحده بعدين بتكتشف انه فاتها قطر الزواج، بقت فوق ال30 او فوق ال40 سنه، وبعد كده ما حتقدر تجيب لها اولاد، وبتكون محتاجه للجانب الانثوي ده، محتاجه لها رجل انه يقف معاها، محتاجه لها هناي. والحاجه دي احنا بنشوفها هنا في الغرب كثيره يعني واحده عادي ممكن يكون عمرها 50 سنه و she never got married, she never settled down ولا تزوجت ولا حصل يعني لقيت لها زول خلاص تستقر معاه، وللاسف الشديد في النهايه بتكتشف انه غشوه بالموضوع بتاع النسويه ده، والموضوع بتاع التحرر، والموضوع بتاع انه ما في زول رجل يسيطر عليك، وللاسف الشديد حياتها بتكون ضاعت في الحكايه دي. فهم ماشيين بالجانب الاخر كمان انه الرجوليه والذكوريه والسيطره على الوضع وانت ما محتاج لك امراه انك هنا تسيطر عليك في حياتك، وهذا الكلام الكثير. انا شايفه انه يعني موضوع كوكب الذكر ده والكلام ده كله هو ردة فعل للنسوية يعني، وهو محاولة لأنه يجيبوا حق الرجال يعني. تمام. وصراحة أنا شايفة إنه دي حاجة طبيعية. أنت لما تلقى إن المجتمع بيهاجم 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 في الرجل، خلاص يعني حتصل مرحلة إنه يعني خلاص هتكون في القشرة قزم ظهر البعير، وحتقول ليه يعني ليه وبعدين ردة الفعل حتكون يمكن تكون أسوأ للأسف من الموضوع طب زيادة. ما حالسي حاليا كانوا بيتكلموا عن إنه يعني في الحقوق هنا في البلد دي وفي الغرب عموما، يعني حقوق الرجل هي أقل حاجة. وطبعا حقوق الرجل الملون اللي هو أسود ولا رمادي ولا مسلم هتكون أقل واحد حاجة طبيعيا. أعلى حاجة اللي هم حقوق الشواذ، ثم حقوق المرأة لأنه حقوق المرأة حسي داسوا عليها، ثم حقوق الرجل آخر حاجة. وإنت كمان كان من أقلية اللي هم أنت جاي من أفريقيا ولا جاي من الشرق الأوسط ولا جاي من هندي ولا جاي من آسيا، حقوقك حتكون أقل من الناس اللي بكثير. كويس معاك. وطبعا أنت كان رجل أسود معناه أنت حتكون في القاع بتاع الحقوق بتاع الترتيب بتاع أي أولويات لها علاقة بالهناك. فدي المشكلة هنا. هم بجدهم قاموا واستنفروا الموضوع بتاع الريد بيل، وإنك توعى لحقوقك والعلاقة حقيقة العلاقة بين الجنسين الرجل والمرأة لازم توعى عليها وأبلع الحباية الحمراء. طيب رأيك شنو في البند ده؟ هو طبعا يعني من ناحية دينية بيتماشى معانا بجهة، لكن هم شادين عليه بزيادة. يعني هم بيشدوا بيقول لك أيوة الرجال قوامون على النساء، لكن أنت المفروض يكون عندك 20 نساء ومفروض واحدة فيهم يكون عندها حقوق عندك، لأنه هم هضموا حقوقنا بما فيه الكفاية. الموضوع ده بينافي طوال الموضوع بتاع الدين. الرجال قوامون على النساء بشنو؟ أنا بتفق مع النقطة دي. أنا شايفة إنه الرجال قوامون على النساء. تمام. الزواج ده عبارة عن سفينة لو فيها أكتر من قبطان واحد ما حتمشي، والرجل هو القائم على السفينة دي، وعشان كده هو عنده واجبات أكبر ومسؤوليات أكبر. اشربي موية ما مشكلة. عشان كده هو عنده واجبات ومسؤوليات كبيرة. هم طبعا الرجل والمرأة الاثنين عندهم مسؤوليات. طيب هل هي ديكتاتورية؟ أنا شايفة إنه ما مفروض الزواج يكون ديكتاتورية، لكن الناس بتتناقش مع بعض بالمعروف. وفي النهاية يعني المرأة أجرها كبير جدا لما تطيع زوجها. خليني أقول الموضوع بس بالطريقة دي. تمام. والأحاديث في أجر الزوجة اللي بتطيع زوجها كثيرة شديد. والموضوع ده في النهاية يعني كفيل لأنه يشير لقدر شنو الحاجة دي مهمة شديد، وقدر شنو الحاجة دي كبيرة لو الزول لعب فيها أو غلط فيها. تمام. هل ده معناه إنك تغصب مرتك لا، يعني خلاص في النهاية في حاجة اسمها معروف. تمام. لكن الموضوع لما يزيد عن حده بيبقى استغلال للسلطة اللي ربنا اداك ليها كرجل، ولما انت تتعدى على حقوق الناس التانيين وللأسف ده بيحصل كتير، تبقى انت محاسب تماما على الغلط اللي غلطته في حق مرتك ده. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
الموضوع هنا برضو يا آلاء هم طبعا بيجوا بين النقطة بتاعت إنه المرأة حاليا بقت مسيطرة بجمالها في المجتمع ده، لأنه هنا في المجتمع ده عبارة عن إنه النساء بس السمحات هم الخاتينها في البيلبوردز، وهي ما في أي حاجة ممكن يكون في مخها يقول لك يعينوها في كل الوظائف وانت ما هيعينوك لأنك بيتا فاشل المفروض تكون ده بند شريكتك تاني براك. ولا شنو؟ نو دي النقطة دي ذاتها انه هو الموضوع بتاع التوازن بين الجنسين انه بقى مختل، لانه المرأة بقت فايزة بجمالها وهي بتحاول تسيطر عليك بجمالها وما عندها حاجة to bring to the table. This is what they're basically saying، انه ما عندها حاجة تقلب لك للترابيزة وما عندها حاجة تقدمها لك اصلا، هي غير جمالها ودار تسيطر عليك بجمالها. كويس يلا معك؟ ايوه، المشكله انه هم يلا شالوا موضوع يعني احنا مش عندنا يعني في الاسلام يعني فهم متزن انه الرجال عنده حقوق الرجل عنده حقوق وواجبات، المراه عندها حقوق وواجبات. في النهايه الحاجه دي عباره عن شراكه، لكن في النهايه القائد هو الرجل، وفي النهايه بعد ما انتوا تتناقشوا وتتشاوروا فيما بيناتكم الراي في النهايه حيكون بيرجع للرجل، والمراه المفروض تطيع زوجها بالمعروف. تمام؟ هم شايفين انه لا، الرجل هو القائد والمرأة راسها فاضي، عشان كده هي بتحتاج رجل يقودها، وهي ما منا يعني في راسها ده فاضي تماما، هي حرفيا عبارة عن يعني انسان مجوف بس عبارة عن شكل. وعشان كده هي اي منصب واي حاجة عملته في الحياة عملته عشان هي سمحة بس، ولانه راسها فاضي ما فيها حاجة في راسها، وعشان كده الرجل هو القائد يعني. فده فهم مغلوط يعني، ما يحتاج اقول لكم ان الفهم ده سيء، وانت ممكن تنتقص من مرتك بهذا الشكل يعني. خليك من انك انت تنتقص من مرتك. انت لما تيجي تهاجم المرأة انت بتهاجم امك واختك وكل النساء في العالم اللي هم ربوك والقوموك على ما انت فيه الان. ده اللي بيودينا للنقطة الثالثة اللي هم بيتكلموا عنها، بيقول لك المظالم الاجتماعية ضد الرجال يا لا. كويس؟ انه اول حاجة الرجل ما عنده اي دعم في المجتمع زي ذاك اسمه ذاك، انت المفروض يكون عندك ده في الساوند بورد مين؟ يوكي. كويس. طيب زي بالراحه ما عندك واعي، مشكلتك ما شغاله. شفتوا؟ عشان كده انا قلت القياده ده بودكاست محترم. الساوند بورديه المفروض تكون للرجال. Why are you gay؟ شكرا لك. فالنقاش يلا كان حاي الدايم ده في الميم ده لو في زول ما سمعه. Why are you gay؟ شكرا لك، ديك العافيه. النقاش اللي كان حايم في الميم ده انه الزول ده كان بيناقش له زول اسمها جوليو انزيما. كويس؟ وكان بيقول لها انه انت بتناقشي حقوق هنا اللي بيقول عليهم شنو؟ مرأة. اي حقوق المرأة، حقوق الشواذ، حقوق الهناية، حقوق الهناية. اين هي حقوق الهيتروسيكشوالز اللي هم العلاقات الطبيعية يعني بين الرجل والمرأة؟ واين هي حقوق الرجل؟ ليه انتوا دائما بيقول لك انه المجتمع زي ما احنا حاسين كنا بنتكلم انه المجتمع حقوق الشواذ اول حاجة، حقوق النساء والنسوية لكن يا وبتاع، معاذ وحقوق الرجال مهضومة. طيب. دي الحاجة اللي هم بيقولوها يعني. اي أنا وفعلا دي الحاجة حاصلة. انا ردي على الحاجة دي هي اول حاجة، والردي ده ما ببرر للموضوع ده، لكن انا بس بحاول اشرح طيب. انه ليه الوضع كده. تمام؟ انت لما تكون عندك ناس حقوقهم مهضومة مما خلقت هذه الارض، هسه الناس هتكون مثلا بتعوض عن الموضوع ده هنا، زي مثلا انك تقول ليه الناس السود الناس مهتمه بهم اكثر من الناس البيض؟ ليه الرجل الابيض هسه بقى مستضعف والرجال البيض هسه كلهم صوتوا لترامب؟ صوتوا لترامب لانه شايفين انه ده شنو ده، الناس كلها مهتمه بالناس الملونين، وفي كميه من الناس الجمعيات والحقوق الجديده للناس ديل وكده يعني، وبقى الرجل الابيض الناس كلها بتعين له كعار وهو السبب في كل شيء وكده يعني، لانه الرجال السود كانوا او المجتمع الغير ابيض كانوا مستضعفين جدا جدا جدا، واسهل الناس بدات تكفر عن ذنوب هذه. فبنفس الشكل النساء كانوا مستضعفات، ما كان عندهم، ما بيقدروا يصوتوا، ما بيقدروا يعملوا اي شيء. واسهل الناس يا دوبك حتى المرتبات بقت يعني تتساوى وكده يعني يا دوبك. وطبعا الناس قوس قزح ديل برضو نفس الشيء، انهم كانوا مستضعفين جدا، وهسه يا دوب يعني حتى تحدث الثوره بتاعت انه هم اللي هيمسكوا اي شيء. فعشان كده الوضع كده. تمام؟ هذا هو التبرير. انا قادره اتفهم انه ليه الرجال شايفين انه احنا دارين بدل ما الناس تصل لحل مشترك، لا
احنا دايرين نقلع هم حقوقنا. بيهاجموا السلاح النووي بالسلاح النووي، تمام. هم بيهاجموا انه النسويه بتقول انه نحن هم ناس وكده. لا، نحن هم ناس واحنا ما محتاجينكم ذات واحنا. فانا شايفه دي طريقه طفوليه في التعامل مع المشاكل. انا شايفه انه النسويه ما صح والذكوريه ما صح، والحل هو الحاجه المتزنه في النص. لانه انت لما تهاجم الرجال يهاجم النسوان والنسوان يهاجم الرجال، الناس دي ما حتنتج ذريه، والنسل الانساني حيقف. تمام. انا اول حاجه عندي يعني كسرتين في الموضوع ده. اول حاجه موضوع انه النساء مظلومات، ده ذكرني طوالي بانه حسي دي قبل شهرين ثلاثه اكتشفوا انه كليه الطب في اكبر كليه طب في اليابان، كويس معاك، كانت بتتلاعب بدرجات النساء الممتحنات عشان يقبلوا منها بنسبه اقل. واكتشفوا الموضوع ده ساوند بورداتك يعني. اكتشفوا الموضوع ده ويعني دي بقت فضيحه، واضطروا العمداء بتاع الكليه يعتذروا انه هم كانوا بيغشغشوا في الدرجات عشان النساء درجتهم تكون اقل. ليه؟ عشان يقبلوا درجه منها اقل، نسبه منها اقل، ونسبه الرجال هم تكون اكبر في الطب. انا شايفه انه في العالم كله يخيل لي النساء بقوا اكتر في الطب بكثير. اليابان طبعا عندها مشاكلها براها، لغايه حسي هم النساء في البرلمان غير مسموح لهم انهم يتكلموا بتاع برنامج. اليابان متشددين شديد في الموضوع. في صراحه اليابان بجد يعني في النساء مضطهدات صراحه، ما كذب عليكم. الامراه طبعا اللي احنا ما نقدر نتكلم عن المراه السودانيه والمراه المسلمه وحاليا. ده ما موضوع حق، احنا حاليا موضوع حق عن الرجال. النساء ده يستنونا بعدين. طيب ما دام انه قلتي انه الموضوع بتاع الرجال، طيب انا الكسره الثانيه طيب بدي اقولها سريع. كويس معاك انه في زمان قانون كان في ناس هارفارد والجامعات المرموقه هنا ده في امريكا، كويس معاك، اللي هم ماساتشوستس وريفر، كويس، MIT والجماعه ديل كانوا بيحددوا مقاعد للنساء ومقاعد لا مش النساء معلش، من الناس للملونين اللي هم الاسيويين والسود والاقليات. بيحددوا لهم مقاعد، انه عندهم مقاعد محفوظه طوالي. انت قبل لما قلت الترامبيين والرجال حاسين انهم كانوا مضطهدين، فقاموا الناس البيض قاموا قالوا لا ونحن دايرين نلغي القوانين دي وبتاع، وقاموا لغاها فعلا السنه اللي فاتت انه كل الناس يقدموا زي ما هم دايرين، ونحن حنقبل الناس بس بدرجاتهم وبالكواليفيكيشنز بتاعتهم. قصة هابند يا الله يستر. حصل شنو؟ حصل انه نسبة الاسيويين زادت كثير في القبول، كويس، زادت كثير في القبول، ونسبة الناس السود برضو زادت كثير في القبول، واكثر ناس الظلموا المرة دي هم البيض والرجال البيض كمان بالتحديد، لانهم طلعوا اغبى من الناس دي كلهم. كويس، ببساطة جدا جدا. اسيويين يا جماعة ما تستهينوا بهم، تجادين ولا شنو؟ تلعبتوا اقسم بالله العظيم، والله تلعبتوا. جانيز الناس اللي بيقومون كده ده بيحفظوهم يوسيماس وبتاع هنا يكونوا شغالين بالعداد بتاعهم ده. طيب يا لا قال لك المظالم الاجتماعيه برضو بين الرجل، انه موضوع انه لما يكون في الطلاق والموضوع بتاع الحضانه، القوانين دي كلها قال لك بتكون تحفظ حق المراه، بتحفظ حق، مش بتحفظ حق المراه، هم بيقولوا منحازه للمراه ضد الرجل، وانه الرجل ما بده حقوق انه يحضن اولاده، انه يحتفظ باولاده، بالعكس بترغم المحكمه انه يدفع نفقه عليهم، كويس معاك، حتى هنا في امريكا يعني يدفع نفقه عليهم وبتاع هناك، ويربوهم بقروشه، ومرات ممكن يحرموه انه ما يشوف العيال تاني وبتاع. طيب الكلام ده ما تبغى شايفه منطقي؟ موضوع انه القوانين تكون منحازه للمراه اكثر. شوفي من ناحيه اسلاميه طبعا احنا اي حاجه انا حاجه ارجعها للاسلام، كويس، نسبه لانه الطفل بيحتاج امه اكثر، كويس، وانه الام مفروض تربيه ومفروض ترضعه، مفروض تقومه كويس، والاب برضه عنده مقام، لكن احنا لانه في المجتمع الاسلامي مفروض انه الرجل هو اللي بيمرق برا، وهو اللي بيشتغل، وهو اللي بيجلب الاكل، وهو المفروض عليه انه يصرف على اولاده. اصلا الزوجه او الام ما مفروض عليها انها ترضع العيال ذاته، كويس، لو ابت انها ترضعهم يمشي يجيب لهم مرضعه، ده يتصرف مفروض. فالموضوع بتاع التربيه ده حاجه مهمه، والإسلام كفل إنه التربية دي المفروض تكون بيد الأم، عشان شنو؟ تربيهم وتكبرهم وتعقلهم، تبقيهم ناس صالحين للمجتمع. هنا ده it makes sense إنه هنا في أكثر الحالات بيشوفوا إنه الأب
بيكون سكير ولا مصيبه زمان ولا بيكون ما مسؤول ولا بيكون خانه مع واحده ثانيه وداري يعرس له واحده ثانيه اصلا ما داري يشوف عدل. لكن في كثير بتاع الحالات بيكونوا الام سيئه وبعد ده كله بدوها الشفعه برضه بدوها الاطفال لانه قوانينهم هنا طبعا ما بترجع للاسلام ولا عندها علاقه بالشريعه الاسلاميه. ففي ظلم حاصل وهم فعلا ماخذين الاكستريم بتاع انه لا الاولاد دي اولادي انا ممكن اقلعهم في اي وقت انا دايرهم. طيب سؤال سريع. هنا قوانين الطلاق من انا بفهمه بصوره سطحيه جدا يا جماعه، ما في اي زول يفتح خشمه معي. تمام، انا كنت بصوره سطحيه جدا. تمام، الراجل والمرأة لما يطلقوا بيتقاسموا اي شيء. تمام، يعني مثلا انا لو تزوجت بيل جيتس انا حتقاسم هشيل نص ثروتي. ما عدا طبعا في استثناءات وفي حاجات وفي يعني تخليني تمشي تزوجي بيل جيتس يا لا ده مثال. تمام، مثال بالله ها. القانون كيف يعني في الإسلام يعني موضوع الزواج والطلاق يعني في النهاية المرأة بتطلع بشنو الحاجة اللي المرأة يعني بتطلع بالنفقة يعني. بالنفقة لغاية ما تتم أيامها تحت العدة. كويس، المفروض إنها تكون قاعدة في البيت ده إذا هي عندها أولاد ولا ما عندها أولاد المفروض تكون قاعدة في البيت اللي هو تزوجها فيه وهو اللي مرق من البيت لأنه هو ما دايرة يعني خلاص البيت بيكون بيتها هي بيتها لغاية ما تتم العدة بتاعتها اللي هي شنو؟ خلاص العدة عبارة عن أشهر وخلاص هتمشي ما خلاص بعد كده ترجع يلا المسؤوليتها بترجع لمسؤوليتها القبيل كانت عند أهلها ترجع لأبوها، وإذا كان أبوها غير موجود بترجع لأخوها وكده ده مسؤوليتها بترجع لزول هو. طيب ماليا أنت حتستقر كيف؟ ماليا تستقر والله يا أخي في الإسلام طبعا هي إذا كانت مستقلة ماليا بتستقل ماليا عندها قروشها. كويس. المجتمع زمان بيكون عندها نفقة لو عندها أطفال شايلاهم من الرجل ده المفروض يدفع عليها نفقة انها تربيهم وقروش لا هي غير الاولاد القروش ده اللي هم المفروض القروش اللي ياكلوهم ويشربوهم بها ويقروهم ويعلموهم وبتاع هنا المفروض يكون عندها قروش هي لانها حتكفل بتربيتهم. This is الاسلام. والموضوع ده طبعا الا نجيب لنا زول يقعد ما في مؤخر ولا حاجه زي دي قروش تدفع عليها. مؤخر صداق ده this is something else. ده حاجه بوقع عليها في العقد انه لو طلقها يكون في مؤخر صداق وبتاع هنا. كل حاجه رمزيه عاده يعني ما حاجه رمزيه نو حاجه ممكن تكون مؤخر الطلاق مرات يكون اكبر من هنا ممكن طيب. يكون المهر رمزي جدا والمؤخر لو هو لغى العقد ده عقد الزواج يعني هنا هي مطلقة يكون عنده حاجة يدفع عليها أكبر. لكن ما في الإسلام حاجة كده ده واضحة إنه لا لازم يكون عندها مؤخر طوالي. وغير كده قروشها حقتها وقروش الرجل حقته. طيب يعني في النهاية ده رأي الإسلام طبعا ما نقدر نتكلم فيه. أي طبعا الموضوع ده أجين كل حالة بتاعت إذا كان إحنا بنتكلم على الطلاق كل حالة بحالتها ومفروض يكون عندها قاضي شرعي يحكم في الموضوع ده. I'm just telling you in general من الحاجات اللي أنا بعرفها يعني. طيب ما بحثت في الموضوع ده. الناس دي قالوا شنو هسه؟ الناس دي قالوا إنه لا المسؤولية بما إنه الرجل ده هو الرجل ومفروض يشيل شوف عديل ويربيهم كذب هو براوي يربيهم. ما في راجل بيبصر هم بيهربوا في أزمة بتاعت 3/4 المشاكل النفسية والخلقة اللي احنا بنشوفها في شفع ديل لأنه ما عندهم آباء ربهم. قال ربهم قال it is what it is. طيب ما مشكلة. طيب يا آلا قال لك النقطة رقم 4 كويس معك مقاومة العلاقات التقليدية. الرجال الذين يسلكون طريقهم الخاص من go their own way. دي النقطة اللي قبل قلنا إنه الموضوع بتاع إنه الرجل ده ما يزوج يحمي نفسه ويحمي أمواله لأنه كان يتزوج له واحدة هتجي تشيل نصف المال ينشر بذوره في كل النساء اللي بيقدر عليهم ملك اليمين كلها يملكوا. لا قوة إلا بالله. كويس. ويحاول يقاوم الموضوع بتاع القفص الذهبي والقفص الزوجية والكلام الفاضي اللي دارين يدخلوا لك في راسك ده. لازم تحافظ على استقلاليتك وتحافظ على هناي وما في واحدة تغشك بجمالها تعرسها أوعى. كويس. وإنه بيقول دائما إنه العلاقات الزوجية دي حاجة التزام مع الزوجة دي يعني وحاجة غير متوازنة. انت مفروض تصرف عليها ومفروض تاكلها وتشربها هناي وهي بس مسؤوليتها انها تجيب لك الشفع. شكرا فاضي ده مفروض مسؤوليتها بما انه قالوا دايرين النصف يكون النصف زي ما هم قالوا. طيب خلينا اقول لك كلام تمام. اذا انا كنت زولا ما عندي
يعني مثلا إذا فنفترض إن أنا عبارة عن رجل أمريكي ما اتربيت في البلد دي، ما لي علاقة بالإسلام، ما لي علاقة بأي شيء، يعني أنا عبارة عن رجل أمريكي تمام، عايش في هذه البلد، ما عندي دين تمام. أول علاقة لي كانت مع واحدة لما كان عمري 20 سنة، وفي النهاية قامت بعد 6 شهور خانتني ومشت مع صاحبي. أنا هحس بالإحساس ده تمام. ترى تنتقم من النساء كلهم وما داير يكون. ليه أنا أكبل نفسي في علاقة لو أنا ممكن أتحصل على أي شيء أنا دايره تمام، وأتسوق في سوبر ماركت الحياة وأقيد نفسي ليه، يعني أقيد نفسي ليه وهنا. وبعدين حتى لو لقيت لي واحدة، ليه أتقيد بأخذ نفسي في قفص يعني تمام. فهل أنت شايف إنه الكلام ده اللي بيقولوا ده منطقي؟ يعني هل فعلا أنا شايف إنه الكلام ده لمجتمعهم خرابه ما هي عدم منطقي إنه الرجال يحسوا. وبعدين أي واحدة تجي تقول لك أنا ما دايرة زول يوديني يمشيني ورجعني، أنا مكلبة ولا شنو؟ أنا دايرة زول يوديني أرقى مطعم، ودايرة زول أنت لازم تتعب عشان تساهلني وكده يعني. يدفع الحساب. وهنا شوفي هنا ده في مجتمعهم ده الموضوع طوالي بيبقى إنه if you're getting the milk for free why buy the cow. لماذا تشتري البقرة إذا كانت بتديك الحليب مجانا؟ في فساد هنا حاصل. والموضوع بتاع تعدد العلاقات والموضوع بتاع إنه واحد ممكن يكون ديتينج 2000 مرة وهنا بتاع سهل جدا إذا هم ده أنت دار تتابع الموضوع ده. وفعلا ما في حاجة منطقية بتخليك تستقر مع واحدة إلا إذا كنت داير الحاجة دي وإنك تكون لك أسرة وبتاع هنا. لكن إذا أنت ماشي بفهمهم ده وإنك لازم تكون رجل ذئب وحيد تنشر بزورك وتجري، يا هو ده الموضوع. إنه بس إنك حتى واعد بنات كده ده محتاج تكسر حنك وتمشي تهرب منهم كلهم يعني في النهاية. في نفس الوقت برضو يعني لو أنا كنت امرأة أمريكية في هذا المجتمع الغربي وما عندي شيء للدين وما كده يعني، حكون زولا داير اشتغل على مستقبلي، داير اشتغل اكون انا اكتر واحدة ناجحة في الدنيا دي النسوية السامة. وليه اكبل نفسي مع راجل؟ وليه انا ممكن اعمل دايراه؟ وليه يعني احبس نفسي في علاقة؟ ليه اعمل حاجة؟ المهم لكن انا متأكدة ومقتنعة تمام بانه هل في النهاية الراجل ده الما كبل نفسه بعلاقة وفضل ينشر بذوره في مزرعة الحياة، هل في النهاية حيكون مبسوط؟ لا. هل في النهاية في أتعس لحظاته هيلقى له واحدة تطبطب عليه؟ لا. هل المرأة اللي اجتهدت وكافحت وحققت نفسها وبقت أغنى واحدة في الدنيا حتكون في النهاية مبسوطة؟ احتمال، لكن هيكون في فراغ كبير جواها تمام. وفي النهاية صراحة مهما أنت كان نجحت في الحياة دي، لو ما لقيت واحد تأوي له ما حتكون مبسوط. فأنا شايفة إنه ده الفهم اللي بيروجوا لنا المجتمع ده تمام، مجتمع إنه أفهم إنه الانديفيدواليزم، يعني انت تفكر في نفسك تمام. انت تفكر في نفسك، فكر في نفسك ونجح نفسك وخليك مبسوط، خليك مبسوط تمام. اعمل حاجه بتبسطك وتسعدك وكده. لكن للاسف في النهايه صراحه دي ما الحاجه اللي بتبسطك. صراحه انا شايفه انه اي حاجه بتبعد اكتر من فهم الاسره هي حاجه غلط تمام. شوف يا علاء، انا مقتنع بحاجه كويس معاك. النسويه وحاليا الذكوريه السامه دي كويس، وكمية بتاعت أفكار بيروجوا ليها الغربي عن طريق أفلامهم، عن طريق الميديا بتاعتهم، عن طريق الكلام الفاضي الحاصل ده كويس، بتخدم الرأسمالية. الموضوع بتاع النسوية جابوه عشان النساء يخشوا في بتاع العاملة ويستمروا إنها حياتها كلها تكون قاعدة بتقدح لها في شركة من 9 to 5 وبتاع، وما تفكر في أولادها وما تفكر إنها تكون لها أسرة. برضو هنا الذكورية إنك تكون منفرد وإنك تعمل لك هناي وإنك تخش لك في سلم العمل وتبني قروشك وما عارف شنو في النهاية. هم بروجوا سيد اللي فاهمين إنه أبقى باص وجيب قروش وهنا يجيب عربات لامبورجيني. الموضوع ده برضو من الناحية الثانية، الموضوع بتاع الرينبو والجماعة المنحرفين ديل، برضو الموضوع بتاع التفرد. انت فكر في نفسك، تحرر وتابع كل رغباتك الجنسية اللي انت دار تتابع، تابع ايوه، ونحن بندعمك ونحن حندعمك لكل الكلام الفاضي اللي انت دار تهببه ده. فدي النقطة دي يعني it just continues feeding في نفس السيركل، بتستمر في انها تأكل الدوامة تحت النار دي اللي هي الرأسمالية. كويس انه النساء يشتغلوا والرجال يشتغلوا. غير كده ده الموضوع بتاع انك ما تكون لك أسرة وحياتك كلها بس تكون
قصاد الشغل وقصاد العمل وقصاد هنا او قصاد لذاتك النزواتك وبتاع هنا، حياتك دي بس كلها تكون فارغه. لانه ببساطه الناس اللي عارفين انك لو استقريت، لو بقت عندك اسره، لو بقت عندك زوله تلجا ليها، لو بقت حياتك مستقره، حتركز انه القروش دي ما كل حاجه، حتركز انه الحياه دي ما ممكن انا اكون اضيعها ان انا هنا اشتغل مع الراسماليه دي بما فيه الكفايه. وزي ما قال لك انت راس انك تخرج من الراسماليه انه تعمل لك مزرعه براك في الخلا، وتركز انه انت ما محتاج لانك تعمل اي حاجه، واول ما تعمل لك دجاجات براك وتعمل لك بيض وتشوف انه البيض مختلف عن البيض اللي قاعد يبيعوا لك في السوبر ماركت، ستبدا دائره شنو اللي بيقول عليها شنو، الناس اللي بيكونوا خاتين ألمونيوم في راسهم ويقطعوا الأسلاك الكهرباء ويقولوا الكهرباء بتسممنا نظرية المؤامرة. لا ما هو موضوع، بس انت ما تمشي كمان للإكستريم في الموضوع ده. ساوند بوردك يعني ساوند بوردك. اوكي لا ما في لاج حاصل. كويس. الموضوع انه انت كل ما تمرق من الراسماليه دي ويبقى عندك ابقارك براك ويبقى عندك حليبك براك، لن تضطر الى شراء الحليب من السوبر ماركت، وحتخرج من الموضوع بتاع الراسماليه دي للاسف الشديد، لانك حتكون مستقل باسرتك براك، حتستقل بذينا، وحيخسروا الراسماليين. كيف انت تخسروا؟ طيب سؤال من كثير من المتابعين لك، هل انت شيوعي؟ استغفر الله. مالك بتكره الراسماليه كده؟ انا زول اسلامي، والاسلام لا يدعو للراسماليه. الاسلام يدعو انه الناس المقرشين ديل. انت زول اسلامي للاسف دي اختار. لا انا ما كويس طبعا، ما كويس، انا زول مسلم. ليه كويس. الموضوع هو انه الناس المقرشين ديل نشيل منهم الزكاه، ونحن المفلسين ما المفروض يشيلوا منهم ضرائب، يشيلوا منهم زكاه. الزكاه دي بتغطي حسي الريتش ديل، لو شالوا منهم الزكاه بتاعت الاسلام دي شوف حتغطي الهيلث كير، حتغطي النظام بتاع المترو، بقي البلد دي احسن بلد في العالم. لكن هم طبعا دايرين يحتفظوا بقروشهم دي، يقعدوا يثبتوها ابد الابدين كده ويموتوا بيها بعدين مليارديرات، زي السي او حسي الكتالوج بتاع الهنايه ده. ده برنامج ثاني. طيب يا لا كويس معاك. الموضوع بتاع الذكوريه السامه او الناس الريد بيل والجماعه ديل كويس، المانوسفير بيقول لك برضو التطوير الذاتي وتحقيق القوه الشخصيه. بيتكلموا عن انه الموضوع لازم يحسن نفسه، الزول لازم يحسن نفسه انه يبقى مستقل كده وبتاع، يبقى مستقل ماديا كويس. وانك يا هم دي النقطه اللي كانوا خشوا ناس اندرو تيت وخشوا جماعه، انهم عندهم كده اكاديميه بتبقيك مانوسفير والريد بيبيعوا كورسات، طبعا بيبيعوا كورسات زي اي زول داير يجيب قروش. نحن زادنا المفروض نعمل كورس الحياه الزوجيه مع تشيت شات مع زعل. كيف ما تتشاكل مع زوجك ايوه وتكونوا متناغمين وما عندكم مشكله في اسم البودكاست بتاعك. الكورس حينزل قريبا على هنا، تابعونا على الموقع بتاعنا. اي صحيح. على هذه السيره عندنا لكم خبر. احنا صراحه قررنا انه نفتح حساب بتاع باتريون. باتريون ده عباره عن موقع بيدعم صناع المحتوى، وبيخلينا نشكل مجتمع صغيروني من الناس اللي بيحبونا وبيحبوا يستمعوا لنا قصاد مبلغ رمزي جدا بتاع عضوية. بنقدر نحصر به الناس اللي هيستمعوا لمحتوانا الخاص اللي حننشره هناك. تمام. أول حاجة نقطة إنه الحاجة دي نحن دارين نشيل القروش دي في النهاية نستثمرها إنه الموضوع دي يستمر، لأنه قاعد ياخد وقت بصراحة كده ده. فعشان الحاجة دي تستمر داير لها قروش، ونحن دارين القروش دي عشان نعمل الحاجة دي. ولكن الحاجة دي ما حتشيل من الحلقة اللي قاعد تنزل هنا كل يوم 2 في مواعيدها. تمام. الحاجة الوحيدة إنه الناس ديك حيدعمونا، ده أول حاجة أنت حتلقاها. تاني حاجة حتلقى الحلقة أبدر بيوم أو يومين تحضرها هناك في باتريون. أوكي. غير كده ده ممكن مفكرين إنه اللي قدام يكون عندنا حلقة كل شهر، حلقة إضافية كده لمتابعينا في باتريون. ما حتشيل من المواضيع اللي نحن قاعد نتكلم فيها هنا ده، ولكن حتكون حاجة إكسترا للناس اللي دارين يسمعونا زيادة ودارين يتضروا بينا ساعتين 3 وعندهم مشوار زيادة في الشهر نونسهم فيه. وحتكون مواضيع يعني نحن يمكن مثلا ما مرتاحين إن نتكلم فيها مع ناس كتار. السياسة لا ما حتكون سياسية، ما حتكون سياسية، اقتصادية. الأموال الطائرة. إحنا قناة الجزيرة ولا شنو؟ سيطرت المرأة على بودكاست تشات مع زالة. مواضيع نحن يمكن حاسين إنه ما دارين نتكلم فيها مع الناس، كل الآلاف الناس اللي إحنا ما بنعرفهم ده، لكن يمكن نكون مرتاحين أكتر لو مثلا 2 3 4 5 سمعونا أو كده يعني. يعني ونسات
كاجوال اكثر يعني تقدر تقول. انا طبعا احنا ما بنقول 3000 ولا 4000 البتاع، احنا قاعد تجينا 3000 مشاهده في الفيديو، عارفين انه في 100 شخص فقط هم الناس الاصليين لانهم الناس اللي قاعد يعملوا لنا لايك، وال100 نفر اللي قاعد يعلقوا علينا فقط، وديل احنا كلهم حافظينهم، الكم 70 نفر اللي قاعد يعلقوا كل مره وقاعد نعمل لايكات لكل زول. طبعا في زول قامت قالت انتوا ما قاعد تردوا على التعليقات بتاعت الناس ليه؟ مرات احنا بننزل الحلقه دي بتنزل هنا الساعه 12 بتوقيتنا صباحا، شفتوا احنا قاعد ننزلها عشان ننزلها بتوقيت الناس اغلبها. وممكن عندنا وقت نرد على تعليقات، بنجي مارين بعد يوم بنشوف التعليقات اللي حصل علينا شنو، بنرد على اللي نقدر نرد عليهم، بنعمل لايكات اللي نقراهم كلهم دي الحاجه المهمه بنحبها شديد. النقطه اجين اللي احنا دايرين نوصل لها انه اذا داير تدعم المحتوى ده ادعمه باللايك، شيرت، سبسكرايب هنا على القناه، وده احسن دعم. وحنستمر في عمل البودكاست ده كل يوم 2 معاك في اي حته انت بتسمع بودكاست في يوتيوب. الامور الطيبه لا من مستتب. داير تدعمنا زياده كمان امشي باتريون. يعني احنا ما داير انكم تزعلوا وتقولوا ده شنو داير بقيتوا ناس تجاريين وكده، لا دي حاجه اضافيه شويه وحاجه تسهل لنا انه الموضوع ده يستمر صراحه. ودي حاجه يعني ما حتغير ابدا من القناه اللي انتم شايفينها دي، هي بس حاجه اضافيه للزول الداير زياده، لانه في ناس كتار دايرين زياده ودايرين ننزل حلقه كل يوم. احنا هنحاول شويه نبدا بحلقه زياده في الشهر وبعدين احتمال نتطور شويه ما معروف. من الاخر يا جماعه احنا ما دايرين نشيل لنا راعي من الرعاة اللي قاعد يجونا ديل ويقوموا يدفعوا لنا قروش ويسيطروا على محتوى هذه القناه. دايرين نكون ناس اندبندنت عشان نكون ناس مستقلين ذاتيا ورجال ذكوريين ونقدر نقول كلام ما نسفيرين، ونقدر نقول الكلام اللي احنا دايرين نقوله. لازم يكون في حاجه بتساعد انه الموضوع ده يستمر، وهذه هي النقطة اللي احنا دارين نصل لها. طيب نرجع لنقطة الموضوع ده بيرتبط لنا قال لك التطوير الذاتي وتحقيق القوة الشخصية. أول حاجة الدعم لتحسين الموارد المالية. قلت لك ناس أندرو تيت الجماعة ديل قاموا عملوا لهم أكاديمية عشان يعلموا الناس كيف يجيبوا قروش. وأول طريقة إنك تعمل قروش زي الكتاب ذاك اللي كان بيقول لك طريقك إلى $1,000,000. تفتح الصفحة الأولى، اكتب كتابا وبيعه ل1,000,000 شخصا $1 واحد. كويس. فالموضوع بتاع انه الرجل قيمته في ماله، قيمته في عضلاته، قيمته في حنكه السنين اللي بيقدر يقطع بيه الحديد. الموضوع بتاع تركيز على انه القيمة العالية للرجل هي اللي بتجذب النساء وكويس معك وبتحسن مكانته الاجتماعية. دي الحاجة اللي دائما هم بيركزوا عليها، انه زول يركز دي حاجة كويسة انك تركز على انك ترفع قيمتك في المجتمع، تحسن انك من مكانتك انت شخصيا، تحسن من جسمك، تحسن من عضلاتك، تحسن من قروشك. لا ده كلام منطقي، ده حاجة كويسة. المشكلة بتبقى انه لما هم يستغلوك بالحنك ده يبيعوا لك كورساتهم، ده واحد، وانه الموضوع ده كله يكون في انك تتحصل على النساء وتلعب بهم وتكسر حنكهم بعدين. دي المشكلة هنا بتبقى يعني. فالعقل السليم في الجسم السليم، ولكن العقل السليم ده لازم تستغله في الحتات اللي منها فايدة. أنا بحبذ إنه أي زول لازم يهتم بصحته، لازم يهتم بلياقته بقوته. أنا بشجع الحاجة شديد، تمام. وطبعا برضو أنت كرجل مفروض تجتهد إنك تكون مصدر رزق عشان تقدر تعيل أسرتك يعني، وتعيل نفسك وتعيل مرتك المستقبلية وكده يعني. الكلام ده منطقي لهذا هسه. طيب الناس ديل بيمشوا أعمق في الموضوع وبيقولوا إنه أنت ما راجل لو أنت ما بتجيب الشيء الفلاني، تمام. أنت لو مثلا مرتك بتجيب مرتبة أعلى منك، أنت ما راجل. فيلا هنا دي عواليق نخليها هنا يعني. الكلام ده ما منطقي، تمام. يعني ما في مصطلح انه الناس الشايله الموضوع، او انه في النهايه نحن بشر ونحن بنجتهد قدر ما نقدر يعني. هذا بيد الله. ايوه هذا بيد الله يعني. خلاص الزول ما قادر يجيب يقتل نفسه يعني. انت لو ما عندك 1,000,000 مشترك على يوتيوب فاتح قناه ليه؟ انت لست رجل. فكده تكسير مجاديف شديد يا جماعه، ونحن ضد الموضوع ده. تمام، نحن ضد الموضوع ده وضد النقطه السادسه اللي هي بتقول لك الانتقادات للنسويه والمساواه. هنا الموضوع طبعا بزياده. هم بيقولوا النسويه بتركز على تمكين النساء على حساب الرجال، كويس معاك، وفي مغالاه في الموضوع ده كمان، كويس معاك. وبيعارضوا القوانين اللي بتركز على حقوق المرأة وإنه يكون في مساواة بين الرجل والمرأة. ودائما بيقول لك كيف يعني تدوها نفس المرتب وهي بتقوم بنفس الشغل؟
هي ذات عقل ناقص ودين ناقص، كويس معاك، ناقصة عقل ودين. ديل طبعا الناس اللي بيخش لك من جانب الإسلامي، كويس. والناس التانيين بيقول لك لا ما أصلا أنا حتزوجها، وفي النهاية هي لما تمشي معاي في موعد أنا اللي بدفع حق الموعد، وأنا اللي بسوقها بعربيتي ببنزيني، فكيف أنتوا تدوها نفس المرتب؟ كيف تدوها نفس هنا وتساووها بي؟ فهو الموضوع بتاع الانتقادات للنسوية والانتقادات للقوانين اللي بتكون عند النسوية دي يعني عندهم بزيادة كثيرة جدا. احنا بننتقد النسوية وما معها طبعا، لكن مع حقوق المرأة اللي بيحفظ لها الإسلام وبيكفل لها الإسلام. انا شايف ان النسويه درجات، تمام. في نسوية حاجات درجات. اساسيه مهمه يعني، تمام. في حقوق للمراه ما كانت موجوده وهي مهمه شديد، وهسه موجوده، دي حاجه كويسه، تمام. لكن كلكم عارفين يعني يعني الاكستريم اللي ممكن تصل له النسويه، واحنا كلنا ضد الحاجه دي. وزي ما قلت لك معاذ، الحاجه دي رد فعل للنسويه، فللاسف هي يمكن بتكاد تساويها في السميه. فالموضوع بيبقى ما راكب. يعني انت بدل ما تهدي الامور انت بتقول لا هم احنا نبقى لهم زيهم كده، فانت ما قاعد تحل في المشكله. طبعا الموضوع يعني نابع من انه النساء ديل الزويل في المجتمع الامريكي مثلا، يعني احنا نتكلم عن المجتمع ده والمجتمع الغربي ان جنرال، ما كان عندهم اي حقوق في موضوع انهم يصوتوا، موضوع انهم هناك. طبعا الناس السود والجماعه دول اصلا ما كان عندهم اي حقوق، ديل اقل من النساء ديل اصلا ما يسب هيومن كانوا بيقول عليهم، كويس. فكون انه هم نهضوا وبقوا عندهم حقوق في البرلمان وبقوا بصوتوا، بقوا ماخذين الموضوع بقوه انه دارين يقلعوا حقوقهم طوالي. فهو هاي زي ما انت قلت كرجل قاعد في البلد دي داير حقه يقلعوا باك، يقلع حقه تاني راجع، لكن في نفس الوقت مرات بيكون بزياده كده، ده it doesn't make sense يعني. هل الرجال اتظلموا مع النسويه؟ انا بقول يعني في رجال بيستاهلوا انه يتظلموا لكن برضو يعني في بقى كره للرجال، كره، تمام. والحاجه دي ما بتنفع زول، تمام. فالكره للرجال ده خلاص يعني بيقوا في رجال كتار يعني اكيد هيقولوا يا جماعه احنا ليه نعيش في مجتمع زي ده. فانا قادر اتفهم المبدا، لكن معلش طبستها الحل غلط. من الحلول الغلط برضو هي النقطه السابعه يا هلا، الموضوع بتاع مجتمعات الاغواء، الPUA، اللي هم البيك اب ارتست، الناس اللي حنكم سنين، الناس اللي بيقدروا يحنكوا مع كل النساء. وهم برضو ناس اندرتيت الجماعه ديل عندهم الموضوع بتاع انه في الاكاديميه بتاع كيف تقلب المحبوبه، استراتيجيات وخطط لجلب المراه التي تحبها وجذبها اليك كما المغناطيس، والتحكم في العلاقات بينك وبين النساء، كويس معاك. والموضوع بتاع انه العلاقات بين النساء دي والرجال هي لعبة تكتيكية زي الشطرنج، زي كول اوف ديوتي. انت لازم تفكر قبل العدو، النساء هم العدو لكن احنا محتاجينهم للأسف الشديد في المجتمع، كويس. تفكر قبل الموضوع ده بخطوتين عشان تقدر تغلبها في هذه اللعبة. والموضوع طبعا بينافي انه تاني يعني اصلا شنو كده. ثواني، هل انت عارف اي تكتيكات بيعملوها الناس المجتمع الذكوري ده؟ لانه عشان اوريك هل بتنفع حنكتك وقدرت اجيبك يا علا. انا عندي تكتيكات الدنيا والعالم. لا يعني هل انا داير اعرف الناس اللي فهمهم صح ولا غلط يعني؟ فهمهم شنو في التكتيكات هذا يعني؟ هو الموضوع طبعا يعني عندهم بتوكسيسيتي انك تكون باد بوي عشان الباد بويز بيجيبوا البنات وما عارف شنو، والموضوع بتاع انك طنشها طوالي عشان هي تكون طوالي محتاجاك، بعدين اديها كده ده يعني قطرة بتاعت امل، بعدين اقطع منها المويه وحنك من ذلك القبيل. في كميه بتاعت حياه توكسيك يعني، لكن في حياه بجد للاسف الشديد بتجيب البنات. يعني البنات بيقوا ما دايرين اولاد ناس الزمن ده للاسف الشديد، دايرين توكسيك ماسكلينيتي. عشان كده هو قدر يحنكوا مع اندرتيتو واخوه، قدروا يحنكوا مع بنات كتار وقدروا يخربوهم ويبيعوهم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كويس، فالله يدي العافيه. طبعا يا لا هي الموضوع بتاع الاغواء والموضوع بتاع البيك اب ارتست ده برنامج طويل، وهنا فعلا يعني مرات يعني انا بحين على العزابه الحايمين في البلد دي، الموضوع بيبقى صعب يعني من النساء والرجال، لانه المرأة هنا الموضوع اسهل لها بكثير. يعني ممكن تمرق وتقول دايره لا رجل بتلقى. بالعكس انا شايف الموضوع صعب من الطرفين. يعني من النساء في هي ما بتلقى لا ود ناس ثواني لكن لو دايره رجل الساي بتلقى. يعني من النساء صراحه
يمكن النسبية انقلبت ضدهم زي ما انت قلتها، وانه يعني المرأة بقت ناجحة شديد لدرجة انه هي يعني اي زول ما ناجح زيها بتحس انه الحاجة دي ده مستوى تحتي، يعني انا مفروض يكون مستوى اعلى مني، والحاجة دي بتبقى اقل اقل واقل يعني. شفتوا عشان كده البودكاست اسمه تشيت شات مع معاذ السؤال، صوتها بيتبح كتير. سحروني، ما تسحروني يا جماعة بليز، يعني قولي ما انتوا ما شاء الله. دارين البودكاست حصلت يستمر كتير، ولا؟ ان شاء تحصل. الله عليه. وفي نفس الوقت يعني مع المجتمع الحالي ده بقى ما المجتمع ده ما بيكفل حقك، فانت كمرأة دايرة السترة ما في حاجة بتكفل الحق ده، يعني انت ما في عادي. ممكن رجال كتار يقول لك لا انا ما داير، يعني هسه مثلا في مصطلح بارتنر، تمام، وبتلقى في ناس بالسنين مثلا مرة مع راجلة وما متزوجين بس بتقول عليهم ماي بارتنر، وحتى الموضوع ده يعني قانوني، يعني ممكن قانونيا انت توثق انه انتوا الاثنين عبارة عن شركاء لكن ما ما ده متزوجين. كله داير يعمل ده كله ما داير يتزوجك، فهمتي؟ بأولادهم في ناس بيقولوا عندهم بأولادهم، أي بأحفادهم. فليه كده؟ يعني اقسم بالله ظلم للمرأة، لكن ده المجتمع، فالموضوع بقى صعب شديد. وبعدين بالنسبة للرجال المرأة عشان متطلباتها بقت عالية لأنه هي مستوى بقى عالي خلاص، يعني بيقوا معظم الرجال دون المستوى وما بيلقوا، فالفجوة بقت أوسع والناس بقت ما لاقية. شوفي في المجتمع السوداني طبعا يعني والمجتمع العربي والجماعة ديل الموضوع بيبقى إنه انت مفروض عليك كمية بتاعت حاجات يالا، انت مفروض تجيب الشيلة، مفروض تجيب حق الصالة، مفروض تجيب العيد، مفروض هي بس تجيب يا جمالها وبسماحتها دي كويس معاك، وهي لا حول ولا قوة بس تجي تعمل لك في كده ده كويس معاك، وبعدين تجي تسيطر على البودكاست بتاعك وتعمله حقها. فيلا المشكلة هنا بتبقى انه الرجال بيكون في مخهم موضوع انه انا قدمت كثير من التنازلات، وقدمت كثير من شقاي وتعبي وقروشي، وهي في النهايه يحتاج تقعد اميره فوق راسي. الموضوع ده مرات it doesn't make sense، من انه موضوع انك تصرف وهي ما تيجي تعمل لك اي حاجه، رضاعه ما تقدر ترضع لك اولادك it doesn't make sense. يعني فوق كم انا احسي كزول قاعد للاسف الشديد حتى في المجتمع السوداني والمجتمع هنا بتلقى اللبن مجان، تشتري البقرة ليه؟ عندك في كتار بيحنكوا تمرق معاهم بابا كوستا وتمرق معاهم شارع النيل وتحنك معاهم وتصرف حنك وتلقى اللي انت دايره فور فري. لماذا تتزوج؟ في ناس لانه ذاته النسوان كتروا كان ما داير يعني تحنك معايا تمشي معايا شارع النيل وامشي تشوف غيرك حنك معاه برنامج ما انا مين مليون ما تتمناني. فهي الموضوع دائما موازنه، الموضوع دائما لما يكون فيه خراب بيوت كده ده زي الحاصل حاليا وفيه مباحات كثيره تمام بيخرب على الاثنين. سهل الزواج سهل الزواج سهل الزواج. الموضوع طوال انت ترجع للموضوع بتاع الاسلام، من اذا جاءكم شنو من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الاخلاق والدين المفروض تكون مقام الموضوع، مش انه الموضوع يكون شنو جيبوا لسته واشتري علينا 40 وبتاع هنا. والمشكله الموضوع بيبدا بانه يعني الواحده بتقول انا ما ممكن ارخص نفسي كده يعني وادي ثمن يعني بخس يعني انا 1000 من يتمناني. لكن انت لما تدي نفسك سعر او انتوا كأسرة يعني لما تدوا بنتكم سعر غالي انتوا في النهاية سعرتوها، يعني الموضوع ما بيع وشراء، تمام. الموضوع هو يعني القروش اللي بيدفع الرجل دي ما في مقابل انه خلاص انا اشتريت البيت دي، فهمتني؟ انت لما تاخذت الفهم ده فهم مغلوط كده. انت لما مهما اخذت قيمة خلاص يعني انت اخذت 400,000 مليار دولار، هل بنتك بتسوى 400,000 في النهاية اشتراها؟ يعني لكن الموضوع اعمق من كده. الموضوع انه ده الاثنين دايرين ينشئوا اسرة مع بعض، دايرين بيحبوا بعض، دايرين يستروا بعض يعني، تمام. اختاروا له الظل الصح. هي حتستفيد من الزواج ده وهو حيستفيد من الزواج ده، الاثنين محتاجين للزواج ده، تمام. فالاثنين دي حاجة كويسة بالنسبة لهم، يعني اتمنى ذلك. فالناس ما تنظر لموضوع القروش اللي بتدفع دي على انه ده مستواي وده قدري وناي، لا ده فهم غلط. ويا ريت لو الموضوع يتسهل صراحة. الموضوع يا ريت يتسهل والزواج يا ريت يتسهل بجد، لانه بجد الناس بقت بتتزوج للاسباب الغلط.
يعني شنو قال لك شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحديث قال شنو؟ تنكح المرأة على شنو؟ لمالها لجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. افتح الحديث كويس؟ قرأ صح بمعناه. حنقول لك الحديث، ما حمشي ابحث انا حسي في الانترنت. الموضوع في النهاية انك تشوف الزول المدينة عشان تربي اولادك تمام، وعشان تحفظ عرضك، وعشان تربوا مع بعض اسرة كويسة وتقووا بعض في الدين، وفي النهاية الهدف انكم الاثنين تخشوا الجنة. لكن لما انت تفتش على الزول اللي ما عنده خلقه ودينه بس عنده قروش، هيجيك بقروشه يشتريك، وبكره حيزلك بالقروش اللي دفع لك دي. انا دفعت فيك 10 مليار دولار، عالي هنا ده شايدك. صراحة أنا بوجه الكلام اللي حقوله ده لأي بنت يعني حاليا هي بتفكر إنه أنا ليه أكبل نفسي وأضيف على مشاكلي مشكلة زيادة وأتزوج وأبقى مع راجل يتحكم فيني وكده، لأن أنا كنت بفكر بالطريقة دي، وكنت يعني شايفة إنه أنا ما أشتغل على نسوية على أنا ما أشتغل على مستقبلي حاليا، أنا ليه أكبل نفسي مع زول يعني. تمام. الزواج أنا كنت بنظر له كمسؤولية وكعبء، لكن هو لما أنت تلقي الزول الصح ما حيكون عبء وما حيكون مسؤولية، هيكون حاجة أنت حسيتي إنه يعني يا دوب أنت كده حياتك اكتملت بوجودها، وحتحسي إنه يا الله أنا كيف كنت بفكر كده زمان. لو أنت لقيت الزول الصح الزواج ما حيكون مسؤولية وعبء، بالعكس هيكون حاجة جميلة شديد. أيوة اجتهدي على نفسك، لكن برضو انت لو لقيتي الزول الصح هو برضو هيخليكي تجتهدي على نفسك زيادة، وهيخليكي تكوني أسعد وما تقصري في نفسك. ولو لقيتي أي زول يعني هو كان بيجتهد إنه يكبلك وحسيتي إنه الموضوع ده عبء زيادة ومسؤولية زيادة، معناها يمكن ده ما الزول الصح. فمن بدري يعني أعرفوا تسألوا عن شنو، لكن ما تكسروا حنك الزواج يعني. أنا من هنا بعد 4 سنين بقول لكم إنه الدنيا حلوة والوضع جميل يعني، والأمن واستتب الحياة عندنا جميلة. وحديكي نصف البودكاست بتاعه تشاركيه فيه. الخلاصة تحت الموضوع، خلاصة النقاش بتاعنا ده إنه بجد الناس تسهل الموضوع بتاع الزواج ده كويس. الخلاصة هو إحنا رأينا شنو في موضوع كوكب مشكلة. الذكور والحبة الحمراء كنت والحبة داير السوداء. أصل للنقطة دي أنت بس ما كنت داير تخليني ترجع للمقاطعة بتاعتك الساوند بورد ده هيك الضارب ضارب والله كويس. الموضوع يا لا إنه الموضوع أول حاجة إنه الناس تسهل الزواج، ده أول نقطة. النقطة الثانية إنه يا جماعة الخير الحاجة دي بس يعني زي النسوية، الموضوع ده بيعمل انشقاق بين الناس كويس. الآية يا آلاء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبرضو ربنا قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الموضوع بتاع السكنة، الموضوع بتاع الرحمة، الموضوع بتاع التراحم والتوادد بين الزوجين ده، دي الحاجة اللي بيقوم عليها الإسلام، ودي الحاجة للأسف الشديد بيعاكسها الناس القايمين على المانوسفير والريد بيل والجماعة ديل، وبيعاكسها برضو التوجه النسوي بتاع إنه الرجل هو ضد المرأة وهو يدحر في المرأة، وديل شغالين المرأة هي ضد الرجل وتدحر في حقوقه وتأكل قروشه وهي ما عندها أي حاجة تقدمها. فالناس لو رجعت للإسلام ورجعت للفهم الصح بتاع الإسلام، لأنه زي ما قلت لك أنا للأسف الشديد المانوسفير ذات فيهم كتار بالعربي وبالإنجليزي ماسكين في الدين وبيروجوا لأفكارهم السامة دي عن طريق الدين أكتر من إنه يروجوا للمفاهيم الصح في الدين هي شنو، وإنه في النهاية الناس المفروض يتزوجوا عشان يدعموا بعض، عشان يسكنوا مع بعض، عشان يرحموا بعض ويتراحموا ويكونوا أسرة سعيدة ويبنوا عيال وبنات ويعيشوا في ثبات ونبات وتوتا توتا خلصت الحدوتة. رأيكم شنو في موضوع المانوسفير، الريد بيل، البلو بيل، الحبايات دي كلها؟ هل انت اول مره تسمع من الموضوع ده؟ صراحه الموضوع
ما في ناس كتار لسه في المجتمع العربي بيتكلم عنه يعني. لكن في لكن ما في كتار. وفي المجتمع الغربي طبعا بيقى منتشر شديد. فهل دي أول مرة تسمعوا الموضوع ده ولا لا سمعتوا به وعندكم فيه رأي؟ وللناس المقتنعين بالموضوع ده دارين نسمع منكم شنو الحاجات بالرغم من الكلام اللي قلناه ده، شنو الحاجات اللي نحن يمكن ما أوفيناها حقها من الشرح ولا انتوا فعلا مقتنعين بيها وهي صح؟ برضه دارين نسمع رأيكم يعني. احنا مع الرأي والرأي الآخر، الناس تكون محترمة وتكون ديمقراطيين كويس، وتحترم الرأي والرأي الآخر ومن غير صياح، باحترام من غير صياح. بدون صياح. حسي انت لو كنت شغالة ساوند بورد كويس كان يكون عندك بدون صياح. دي بدون قاعدة صياح تتصادق. دي رسالة لي يا جماعة بدون صياح. فبلا صياح الناس تكتب رأيها وتورينا رأيها شنو. وبكده نكون وصلنا لأضبط فقرة يا آلاء، فقرة أسأل عمو معاذ وخالته آلاء. ايه ساوند بوردك شغال. طيب أنا عندي سؤال كان سأله لينا واحد منكم لكن طول، معلش أنا ما نسيتكم، أنا عاملة سكرينشوتات لكل الأسئلة. وصراحة يا جماعة عندنا في الإيميل زي 12 إيميل كده ما فتحناهم أصلا، ده غير الأسئلة اللي نحن اوريدي فتحناها قبل كده وعارفين إنه المفروض نرد عليها. فنحن ما نسيناكم لكن الصبر. خلوا الإيميلات دي جاية، نحن احتمال نقرر إنه نخصص حلقة كاملة بس عشان نجاوب على كل الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها لو ما لحقناها. المهم يا معاذ، السؤال ده من محمد علي RT 4 FT. قال السلام عليكم، طبعا أنا مستمتع جدا بالبودكاست حقكم، استمروا. سؤالي طويل تمام. أنا شاب عمري في نهاية العشرينات وعايش في دول المهجر وعايز أتزوج، لكن عايز لي واحدة حلبية، وفي ناس كتار بتقول لي دي سطحية منك، لكن أنا بشوفها غير كده. أنا بنجذب للحلبيات شديد وخايف إني لو اتزوجت سمراء أكون ظلمتها، وبالرغم من إني كتير بشوف بنات سمر ومحترمات. ما أعرف أوكي. عندي آراء كثيرة دار أقول عليها. شنجاب ده لده، لكن ما قادر انجذب ليهم صراحة. وكونه إني عايش في دول المهجر السودانيين بيكونوا شوية، وكونه إني عايز حلبية دي نسبة ضئيلة جدا. أتمنى تفيدوني في الموضوع ده وشكرا. رأيك شنو يا معز؟ زول ده للأسف الشديد قام ذكرني بواحد من أصحابي، ومشكلته مقاربة للمشكلة دي لكن ما نفس المشكلة. اللي هو قاعد هنا في أمريكا وأهله قاموا قالوا له إلا تعرف السودانية، وكمان في السودانيات اوعك تعرس لنا واحدة سودانية مربى هنا ده في أمريكا، تعرس لنا سودانية من السودان. طيب يا جماعة اختاروا لي لا لا لا، لأن احنا دايرين انك تكون عندك حرية الاختيار في تختار لك واحدة من هنا، تطلبها عن طريق علي اكسبريس يرسلها لك من السودان في DHL باكج وتجيك وتكون بتناس اصل فصل وهتختارها. فهو كسر الحنك وبقى بس شايف قرايته وين وشايف شغله وشايف لسه يكون بقى ريد بيل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. فيلا هي دي المشكلة، انه الناس اللي بالذات اللي بيكونوا قاعدين برا السودان خياراتهم بسيطة جدا جدا خالص في السودانيين. ده أول نقطة. والنقطة الثانية هو كمان داير له سودانية وحلبية وما في. طيب يا معز، أنا خليني أسألك سؤال، خلينا نكون ناس عمليين كده وواقعيين تمام؟ طيب أول حاجة، السؤال الأول، هل صح يكون عندك يعني تفضيل لحاجة معينة سطحية، يعني في يعني شكلية أقصد ما ليس سطحية؟ هل الحاجة صح ولا لا؟ شوفي كويس، الموضوع ده ما في النهاية أسواق، وبعدين تنكح المرأة لمالها وجمالها. الجمال ده نسبي جدا جدا خالص. غير كده ربنا جعلنا شعوب وقبائل تعارفوا، وجعلنا شعوب وقبائل لأنه كل زول عنده بريفرنسز وعنده زول كل واحد عنده تفضيلات. وعادي في ناس بيحبوا الناس السمر، وفي ناس بيحبوا الناس البيض، وفي ناس بيحبوا الآسيويين، وفي ناس بيحبوا الهنود، وفي ناس بيحبوا الليناي. فعادي إنه يكون عندك تفضيل. طيب تمام. والموضوع ده بس مفروض يكون جزء من الليستة بتاعتك اللي انت محضرها للمتطلبات في المرأة. ايوه اللي قدامك. زي ما عادي في بنت ممكن تيجي تقول لك انا ما داير لي زول قصير، داير لي زول طوله 182 سنتيمترا او اطول من كده، وغير كده ده يكون معضل واسمراني وهنا بيشبه تامر حسني وعنده دقينة مقفلة. فهي عندها تفضيلات. بعد كده تمشي تشوف اخلاقه وتشوف دينه بيصلي ولا ما بيصلي، والمواضيع دي المفروض تكون كلها اولويات اولى من شكله شنو، عشان بعدين لما يجي زول كويس وبصلي وبتاع ممكن تتنازل عن انه هو طوله 182 سم. طيب يا معاذ، انا بتفق معك انه احنا من حقنا يكون عندنا شكليات معينه احنا دايرينها. تمام، من حقنا. في النهايه الناس اذواق. ده ما بيعني انه في شكليات
سمحة وفي شركات ما سمحة، لا دي أذواق. تمام، دي الحاجة أيوة الأولى. ممكن أنا النقطة بتاعت إنه برضه هنا معي في لاقى لهم بلاش سمر سمراوات. ومحترمات يعني معظم السمر انت متفاجئ يعني انه سمر محترمه يعني. احتمال هو بس هنا الصياغة تحت الكلام أنا خانوا التعبير يعني خانوا التعبير. الجملة دي استفزتني. خانوا لكن التعبير. أنا بنصح إنه الحاجة دي ما تكون حاجز. أعلى حاجة في الليستة، لأنه كده حتحرم نفسك من ناس بجد احتمال يكونوا بجد كويسين شديد وبيستوفوا أي شيء تاني في الليستة. لكن بس الحاجة دي أنت وقفت فيها. طيب أنا سؤال لك يا معاذ من ناحية الفضول، تمام؟ وأنا ما هزعل من أي إجابة أنت تجاوبها يعني تمام على الهواء. كويس. لك احتمال أزعل بعد لا حول يا جماعة. أنا الليلة والله احتمال أنوم من غير عشاء، دي مشكلة كبيرة. ها فالسؤال هو، هل أنت لما كنت وما تكذب وتقول أنا ما كنت راسم صورة، أي راجل بيكون راسم صورة للمرة اللي هو دايرة، تمام؟ هل في النهاية المرة اللي لقيتها تطابق الصورة اللي أنت كنت راسمها لما كنت تتخيل؟ تمام، ده سؤالك؟ أي خلاص أنا حوصف لك الزولة دي بالضبط كده. كويس. المرأة أنا كنت مكسر فيها يعني. أول حاجة بشرتها برتقالية، عندها خدود برتقالية أكثر جزرية على لون جزري. كويس. ولديها أذنان زرقاوان، وتلبس طرحة خضراء فيها توكة صفراء فيها فراولاية حمراء كيس. دي فتاة الأحلام اللي أنا كنت أخدتها في راسي وراسمها يعني. أديك الزين معاذ، إحنا نتكلم بجدية. هل جادي معاذ إحنا نتكلم بجدية هنا. كويس ما مشكلة. هل يعني كل المواصفات اللي كنت راسمها طبقة ولا لا أنت حسيت إنه يمكن المواصفات اللي أنا أخدتها في راسي من المواصفات اللي أنا بجد دايرة، يمكن أنا بتعجبني حاجة مختلفة. تمام. أنا حكون واضح جدا خالص. كويس معك. أنا عندي تصور للمرأة الكاملة في مخي والحاجة اللي أنا داير أتزوجها. كويس قبل ما أتزوجك. أوكي. الحاجة دي احتمال أنا ما كنت شايف فيها الليستة 100% كويس قبل الزواج بصراحة يعني. انت كمان كانت الزول الجميلة كده ده، والزول اللي انا كنت خاتها في مخي وبنفس الدرجة تحت اللون وبنفس الدرجة تحت الجمال والخدود المنورة وبتاع هناك، ما كان اصلا بديت في الموضوع بتاع اني احاول ان انا اقرب منك واتعرف عليك. دقيقة. كويس. طيب هاي الواحد بيشوف اول اي كتاب يعني. انت لما تمشي مكتبة، انا حضرب لك مثال ابسط عشان يكون موضوع واضح. تمشي مكتبة بتختار الكتب للاسف الشديد بعنوانها البرة وبغلافها البرة. تمام. بعدين بتفتح الكتاب بتشوف الفهرس الحاصل فيه شنو، محتويات هذا الكتاب شنو، بتتصفح عليك كم صفحة عشان تشوف. انت بتقدر تقرأ الكتاب كله في وقفتك دي. فده بالتالي انت لما تيجي تختار لك زولا، اول حاجة بتشوف الشكل، احتمال تنجذب للشكل اول حاجة، تنجذب لاخلاق، تنجذب لصفة معينة انت خدتها في لستتك، وبعد كده بتشوف زولا دي بتحاول انك تتعرف عليها اكتر، تتعرف على اهلها، تشوف الصفات اللي انت خدتها دي كلها هل بتوافق التشيك ليست بتاعتك، الليسته بتاعت الصناديق بتاعتك دي كلها بتملى الخانات دي كلها ولا لا. انت كنت ماليه كل الخانات التي انا تقدمت لها وكنت اريدها يعني. يعني انت شايف انه الليسته اللي انت كنت خدتها في راسك تمام بتاعت الشكل، انا بتكلم عن الشكل بس، تمام، اصلا كانت لسته واقعيه عشان انت تلقى زول بيستوفاها كلها؟ ما انت ما ممكن تيجي تقول لي انا داير اتزوج لي واحده بتشبه نانسي عجرم ولكن بتصلي ال5 صلوات حاضر وبتقرا قران. انا داير اثبت، انا كمان داير اثبته هو انه انت ممكن تكون راسم في راسك حاجه لكن تلقى انه لا، في الحقيقه انت يعني في حاجه مختلفه في الواقع، ودي هي الحاجه اللي بتجد. يعني انت ما ممكن انت ممكن تغير رايك. تمام. انت ما ممكن تكون قاعد لك في السودان ولا قاعد لك في مجتمع هنا وتقول لي انا داير اعرس لي واحده شرقاء وعيونها زرقاء بس لو ما لقيت ما داير. دي في 3 وحدات انت احتمال يكون في الدي ان اي بتاعهم في السودان عندهم عيون زرقاء، دي ما منطقيه يعني. والثلاثه دول كلهم يكونوا ما دايرينك انت بشعرك اللي هنا ده وبجرحاتك الكبيره. فit doesn't make sense. انت اول حاجه لما تكون داير لك زوله بس ما قال حاجه مستحيله، هو قال واحده حلبيه في حلبيات يعني. طيب ما مشكله. انا داير اقول قاعد مقطوع له في بلد غربي، اول حاجه السودانيات حبه، غير كده السودانيات الحلبيات حبه. يعني الثلاثه دي قاعدات. طيب انا النقطه دايره اثبت لها انه يمكن اثبتها ويمكن ما مشكله ما بتطبق عليك، لكن انا بالنسبه لي صراحه يعني في حاجات انا في البدايه كنت دايراها، بعدين حسيت انه يعني ما منطقيه. انا اكتشفت انه لا، انا صراحه يعني في حاجات مختلفه انا برضو يعني ممكن انجذب لها بالاخر كده. يعني انت لما تلقى الزول الصح حتلقى انك انجذبت له. ما داير اقول غضات الطرف
ما داير اقول اتنازلت عن حياة او غضبت طرف عن حياة، لا انت بجد حتنجذب لحياة انت ما كنت يعني متصور انها ممكن تعجبك. انا احكم عليك الان يا لا. كويس معاك؟ ساوند بورد انا حتحكم فيه. قصدك شنو يعني انا ناقص يا لا؟ قصدك انا ناقص؟ انت كنت داير لك زول عندي 6 باكس وبيلعب في الجيم 24 ساعه وانا ما لقيت الحاجه دي. عشان انا عندي كرشه؟ انت مشكلتك مع الكرشه؟ مشكلتك مع الكرشه؟ انا داير اقول حاجه. انا رايح بيت اهلي طبعا، انا رايح بيت اهلي حسي انا مخلي البرنامج ده حاحتفظ بالبودكاست حقي. معلش ما حتقدر ترجعيها، ما حتقدر ترجعيها. انا شوف قلت لك كلام كيف؟ انا ما قصدي الموضوع. انا ما قصدي الموضوع كيس. اسمعني احنا نوقف الحلقه دي هنا، حنرجع لكم بعد ما نروق الموضوع ده خارج التسجيل. سنعود بعد قليل. فرفرناي عدنا. انا قصدي الموضوع بطريقه حلوه، انه يعني انت لو لقيت زول حبيته يعني حتحبه لكل الحاجات اللي فيه، فهمتني؟ يمكن لو سالت نفسي قبل 10 سنين وشفت صورة الزول ده وسألت نفسي قبل 10 سنين إنه هل أنت ممكن تنجذبي للشخص ده، أقول لك والله يا أخي ما في كل الحاجات اللي أنا دايراه في لستي، لكن يعني عضلات 6 باكس، لكن لما تلقى زول بتحبه بكله يعني، فهمتني؟ فده كلام حلو المفروض يكون. المهم فأنا طيب في النهاية نصيحتنا للزول ده شنو؟ هذا الزول إنك أنت الاثنين ما حتنومي في العشاء، أنت اللي ما حتنومي في العشاء الليلة يا عالم. سوف تتطورين جوعا. والله انا قصدي الموضوع ده باحلى حاجه، ما ادري احنا طريقه نتفاهم خارج الحلقه، ما مشكله، فهمي معاك بعدين. نصيحتك للزول ده عشان يلقى بنت الحلال. نصيحتي يا ابني ما تحصر نفسك، الله يرضى عليك. شوف الحاجات المفروض تكون، المفروض عين معي هنا ده، المفروض تكون في رأس القائمة بتاعتك. شوف ذات الدين أول حاجة كويس، وبعدين شوف ذات الدين كويس والأخلاق، ولا هل ناس كويسين وطيبين وحيتربي لك أولادك كويسين وزول متعلمة وفاهمة. وبعدين لو لقيت حلبية ما مشكلة، ممكن دي تكون من الحياة بعدين انت تفاضل. لو لقيت 10 وحدات كلهم متدينات وكلهم سمحات وكلهم يعني حيربوا لك أولادك بتاع، لكن فيهم 2 حلبيات وفيهم 8 ما حلبيات، انت خلاص داير الاثنين الحلبيات معلش. لكن إذا لم يتوفر أصلا لديك الهناي، وانا بس النقطه الثانيه داير اقولها انه على الاقل دروب الموضوع بتاع السودانيه ده. انا فاهم انه الناس دايرين يتزوجوا سودانيه لانه والله ده احسن حل، قريبه مننا في الفهم، قريبه مننا في الهناي والثقافه، وحتسهل عليك مواضيع كثيره. لكن الحاجه إذا الناس الكثير ما بيستوعبها انه انت بالذات لما تمرق من السودان انت خلاص اتغيرت. قعدت لك سنه واحده انت قاعد في امريكا خلاص اتغيرت، انت حتبقى امريكانايز اكثر من انك تكون سوداني، وامريكانايزد اكتر من انك تكون اسلامالايزد وبتاع لو انت قاعد لك في مجتمع كمان ما في مسلمين كمان نهائي. لكن الموضوع بيبقى انه انت تشوف لك واحده قريبه من فهمك حسي، قريبه من عقلك حسي. وانا ما اظن انه لها لغايه حسي قاعدين بيتمسكوا في الموضوع ده. والموضوع ده طبعا لو بقى فيه انا ما راضي عليك يا ولدي لو ما عرست لك واحده سودانيه معلش دروب ات للاهل وبتاع. لكن اذا كانوا الاهل متساهلين في الموضوع ده وقدرت تقنعهم بالزول الفاهم والزول العاقله والزول الاهل كويسين وبتاع، ما بيحتاج انها تكون سودانيه. ده كل الموضوع يعني حسنوا النسل دي معلش يعني. لكن احنا ما عرفش في الدائره الجينيه السودانيه دي ذاته الموضوع على امراض بتكتر والمصايب بتكتر والهناك امرقوا شويه. طيب انا متفاجئه لانه انا بوافق رايك. انا شايفه انه ده حل كويس جدا، ما عشان السودانيين في مشكله ولا اي حاجه، لكن لا لانه انت يعني انت قلت لنفسك انه انت ما لاقي تمام الحاجه دي دايره. بعدين ثاني حاجه انا ما دايراك تقول طيب انا لقيت لي واحده هي كل على الورق كل الصفات الكويسه فيها واي شيء، لكن انا ما منجذب لها شديد، لكن ما مشكله خلاص يعني ما لقيت غيرها. لا انا ما ده سبب المشاكل. تمام انت لا لما تقعد تقنع روحك دونت سيتل يعني دونت سيتل. الله يفتح عليك. فان شاء الله تلقى ايوه خليك افتح الباب شويه طالما زوله مسلمه ويعني انتم متوافقين في معظم الحالات الثانيه لا خلق ودين. لكن ده ما معناه انك تمشي تشوف لك اقرب اوروبيه وهنا يعني. برضو النقطه الثانيه، انت الصفات الخاتيه لفارسه الاحلام دي، هل انت فارس الاحلام بتاعها ولا لا؟ امشي الجيم باختصار. السؤال الذي يطرح نفسه، هل انت عندك 6 باكس وعضلات كثيره وشعر ناعم وحريري وعيون زرقاء تنجذب لها كل الفتيات؟ هل البنت الحلبيه دي تتكسر فيك؟ هل انت عندك 6 فيجرز و8 فيجرز وتدخل $100 مليون في السنه؟
هل عندك لامبورجيني؟ عندك لامبورجيني، كم ما عندك لامبورجيني ما تتكلم، ما بتقدر. لا كمان احنا ممكن نبقى ريد بيل احنا ذات. لكن الموضوع هو انه هل انت الزول المناسب للصفات اللي انت مقدمها دي؟ يعني انت ما ممكن تقول لي انا داير لي زول متعلم ودكتوراه وماجستير وهناي وانت ما عندك دكتوراه وماجستير. عاده الناس اللي بيكون عندهم دكتوراه وماجستير بيكونوا دايرين يتزوجوا من بعض. فالموضوع انه القى لك حاجه انت دايره، انت كون قدر المسؤوليه، كون قدر الزول اللي انت دايره دي. بس دي النقطه اللي انا ممكن اقول عليها الاخيره. في النهايه يعني ربنا يدي كل زول يعني بيفتش في الستره وفي بنت الحلال، والعكس صحيح برضو لأي وحدة. و يعني تاني داير أقول شنو أنا أقول شنو أنا؟ أيوة، وروني لو الأصوات اللي بعملها دي مضايقاكم شديد عشان أوقفها. وإحنا طولنا، فأنا شايفة نختم هنا. تمام. أنا بس داير أقول الحاجة الأخيرة. بس الحديث بيقول 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. يعني شوف أنا قدروا يعني ما أقرأ الحديث ده وأتذكره كده. يعني شوف مكانة الموضوع ده، إنه المجاهد في سبيل الله كويس، دل حق على الله أن يعينهم كويس. ربنا حيعينك انت اذا مجاهد في سبيل الله. اذا برضو انت مدين وداير تسدد دينك ده، حق على الله حيعينك، عينك حق، خلاص الموضوع ده منتهي. وانت زول يعني داير تتعفف وداير تتزوج، لانه ربنا عارف انه حاليا الحرام هين جدا جدا خالص. وانت لما تكون داير الحلال ده وداير تتعفف وداير تتزوج، حق على الله ان يعينك في الموضوع ده. فالمكانة دي كبيرة، ما تستهين بالله، وربنا إن شاء الله يعينك. بتتسهل إن شاء الله. يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله ربنا يعرس لكم جميعا كل العزاب. المهم في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة. انتظرونا يوم الاثنين بمشيئة الله. كان معاكم معاذ وآلاء من تشات مع معاذ وآلاء. ما تنسوا تشيكوا على الباتريون بتاعنا لو انتم مهتمين تعرفوا، حنوريكم لو نزلنا أي حاجات حلوة بهناك إن شاء الله. السلام عليكم.